مساء الخير، يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. عندنا هنا اليوم السمك الزبيدي. لو هاي الطريقة غسلته نظفته، وبهاي الطريقة فتحته ونظفته وخليته على الكنس حتى شوية ينزل المي مالته. وراح نسوي عليه تمن أصفر. راح عندي هنا كركم وفصين ماج وقليل من الملح. أنا منقعة قلاصين تمن، ما كثرت ملح لأنه عندنا الماجي مالح، فحطيت شي قليل كلش. وعندي هنا الجدر ضفت بيه زيت الزيتون وزيت نباتي، اللي حاب يضيف زيت نباتي، اللي حاب يضيف زيت الزيتون عادي مو مشكلة. فهسه راح أبدي أطبخ التمن وأسوي تمن أصفر، وبعدين نقلي الزبيدي. راح نشوف شلون التتبيلة مالته. هم راح أضيف التتبيلة مالته ونتبله وبعدين نقليه. هسه راح أضيف التمن حتى ما يطلع صوت الدهن التمن. راح أوقف تصوير فد شوية. هنا راح أضيف مي حار حتى أذوبهم، حتى أضيفه فوق التمن، بس فد شوية حركهم بالخاشوقة حتى يمو عندي الماجي. هنا ذوبت الماجي. راح أضيف التمن لأنه رفعت الدهن أنا من الطباخ حتى شوية ما يحترق بين ما أقلي، بين ما أحرك الماجي هنا. هنا راح أضيف مي بنفس الكاسة اللي ذوبت بيها الماجي. هي هنا راح اغطيه واخليه لحد ما ينشف عندنا المي مالته وانصيه. وهنا راح ابدي اسوي التتبيله مالت السمك. هنا عندي التتبيله اللي راح اضيفها للسمك. عندي بهارات جدر، وهنا فوق البهارات الجدر ضفت ليمون دوزش وحبات قليله كلش يعني ضفت. وهنا أنا عندي ملح، هذا ملح، فلفل اسود. عندي هنا بهارات مخلوطة يعني حتى يعني هي جاهزة حتى هيل بيها، وهم اللي ذولي راح اخلطهم واضيفهم على السمك. عندي هنا هدرة التمن ان شاء الله يفد شوي ويكمل عندنا الاكل. هسه راح اخلطهم ونتبل بيهم من السمك. راح بالسكين بهاي الطريقة هيجي اقطع السمك يعني فتحات خليلة حتى نضيف بيه التوابل. وهنا تبلت السمك، تبلته من داخل بطنه، تبلته من داخل بطنه هاي الطريقة. ومن الخارج هم تبلته، وان شاء الله راح ابدي اقلي بيه. بس اضيف الطاوة وعليها الزيت ونبدي نقلي. هنا اضيف الزيت راح ابدي اقلي السمك. وهنا كمل طبخنا لليوم. هالسمك صار بهاي الطريقة والتشكيلة، ويا رب إن شاء الله تعجبكم طبختنا لليوم. وإذا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. ومع ألف سلامة.